السلام عليكم، يا أهلا وسهلا، حياكم الله بهذه المحاضرة اللي راح نسولف بها عن طرق الدخول بالصفقات. بس قبل ما نبدي أتمنى منك تتابعني على الانستغرام مالتي الحسني كابيتالز، وإن شاء الله يا رب تستفاد من كل المحتوى اللي بيه. فخلونا نبدي ونروح للشرح النظري. اوكي، نفتح لكم الوايت بورد شوي. تمام، خلونا نسولف شوية. ماشي، تمام. عندنا بالسمارت ماني، عندنا سمارت ماني هذا. دقيقة. سمارت ماني عندنا نوعين من الدخول. اوكي، نوع نسميه خلونا شوي اكتب هالمرة بدون ما اكتب بالرسم. عندنا ريسك انتري، او كنا نسميه aggressive. اوكي، ريسك انتري، ناس نسميه aggressive ريسك انتري، يعني انتحاري تقريبا. يعني تشيتي في الصفقة ما يهمك مهما كان ستوب. اوكي، هذا النوع الاول. والنوع الثاني راح يكون confirmation entry. اوكي، شنو يعني confirmation entry؟ معناها دخول بتأكيد، يعني انتظر تأكيد من الصفقة يلا يدخل، يعني حذر شوية. اوكي، خلينا نسولف عن السلبيات والإيجابيات لكل واحدة. أنا راح أقول السلبيات والإيجابيات، وبالنهاية أنت قرر ستايل الدخول الخاص بك، يعني هل هذا الشيء عجبك أو لا. فأوكي، لا. طيب، خلونا نجيب القلم، نحط الإكس السلبيات، نحط الإيجابيات. تمام. أخيرا. نجيب التكست هذا، خليه هنا. خلينا نبدي بالأجريسيف. أوكي، السلبيات الأجريسيف إنه ستوب يعني عالي محتمل، بالإضافة إلى خطورة في الصفقة. تمام، بس بنفس الوقت أمان أكثر إنه الصفقة تتفعل. هذا شو اسمه، ثواني. أوكي، يفيدك هذا النوع إذا كنت برا الشات مشغول. تمام، شوي. فهسه هنا عندنا نوع مثل ما تشوفون. اوكي، الاجريسيف انتري السلبيات مالتها انه بها ستوب عالي، يعني مثلا اول شيء خلينا نعرف شنو الاجريسيف. احنا مثلا عندنا منطقة مع العرض، انت راح تجي هنا تحط نقطة الدخول منه، الستوب هنا، يعني المنطقة هاي كلها تدخلها. اوكي، مهما كان الستوب مالتها، انت دخولك هنا هاي الخط يكون دخولك هنا، خروجك هنا، هنا عادي. اوكي، تمام. انت ممكن يعني تسوي هيك، أو ممكن هيك يعني قبل الابرك. فهاي السلبيات، انه خطورة شوي بالصفقة، وستوب عالي. نضيف واحدة ثانية، RRR منخفض نسبيا. اوكي، شو اسمه ال RRR اللي هو ال Risk Rate Ratio، اللي هو نسبة الربح على الخسارة، تكون شوي منخفضة مقارنة بال Confirmation Entry. اوكي، يعني مثلا تدخل صفقة، يعني مثلا ستوب هافت 20 نقطة مثلا، والهدف مالتك ممكن يكون يعني 60 أو 70 مثلا، أو ممكن حتى 100. فأوكي، يعني هنا يعني 1/3. تمام، بينما إذا confirmation entry راح يكون أعلى. تمام، فهسه عرفنا الإيجابيات والسلبيات وطريقة الدخول بالaggressive entry أو risk entry. النوع الثاني اللي هو الconfirmation entry، خلي شوي نبدأ بسلبياته. محتمل سوء ما يفعل صفقتك، محتمل
إنه السوق يعني يجي المنطقة مالتك بس يعني ما يفعل، أو يكون مرات ما يجي من الأساس، ممكن يقترب بس شوية وينزل، مرات ما يجي. يعني مثلا هسه أفهمكم طريقة الدخول شلون. يا شباب إحنا عندنا منطقة، اسمكم شوي مكان واسع، إحنا عندنا منطقة. أنا أريدك إنه أول ما السعر يجيس هاي المنطقة ويكون لنا يعني أعلى قمة، هسه أعلى قمة كونها، بعدين أريده يكسر هذا اللو. أول ما كسره يصير عندنا تشوك، بعدين ندخل منطقة العرض اللي موجودة هنا. بوم، وصلت الفكرة بحيث يكون ستوب قليل. فأول سلبية إنه محتمل السوق ما يفعل صفقتك. أوكي. والإيجابية إنه RRR عالي، عالي جدا مقارنة يعني بال بالريسك انتري. ماشي. يعني ويتطلب منك انه تكون مراقب للتشارت. هاي يعني شوف ستايلك، هل انت انسان مشغول، هل انت مثلا فول تايم تريدر يعني طول الوقت متداول يعني. اوكي، يعني انه عملك الاساسي هو التداول، فتحتاج انه يعني هذا النوع هو الافضل لك. ماشي. اما اذا كنت مشغول يعني او بعيد عن التشارت، فهذا افضل خيار لك. فالكونفرميشن BRRR عالي جدا، يعني يمكن 1/9 10 17 أكثر، يعني بين قوسين هواي، كلش هواي يعني مقارنة بالريسك انتري. أوكي. ممكن إنه يكون سلبيته تحتاج تكون مراقب الشات ومنتبه. ممكن تكون سلبيته، أنا أشوفها سلبية صراحة، إنه هيك ملل وايد شات، شي يصير شي يصير شي يصير، بس بالمقابل على هذا الانتظار والملل راح يجيك شنو؟ عالي. اوكي. سلبياتها، عفوا ايجابيات ثانية، تدخل الصفقة بأمان. اوكي، يعني متأكد انه انه انت دخلت بالاتجاه المناسب. اوكي. ف استني ايجابيتين وسلبيتين. هذا اللي ببالي صراحة حاليا، واشوف انه ذني الاشياء المهم انكم تعرفوا يعني. تمام. ف خلونا نروح على مثال عملي، أو نشرح بالبداية شنو نريد يصير. نفتح لكم البث. تمام. مثل ما تشوفون عندنا هنا منطقة مثلا. تمام. أنا أريدك شو يصير هنا. أريد السعر هسه مثلا أنت عفوا دقيقة. أوكي نكمل. اللي أريده منك هسه مثلا نفترض إنه هاي عندنا هنا منطقة عرض مثلا على أي فريم ساعة 4 ساعات، المهم السعر وصل إليه. أول ما وصل لها ويفشل إنه يكمل، ويعني إنه يكون لك قمة أعلى من هاي القمة اللي سواها هنا. أوكي. وإجا وكسر هذا اللو، هذا القاع اللي كون لك هاي القمة العالية، صار عندنا تشوك. أوكي. فهنا أنت تتوقع إنه السعر يعني يرجع لمنطقة العرض، وبوم، هذا يسمونه confirmation entry بعد عمك. ماشي. فهنا مثل ما تشوفون يعني هنا، خلونا شوية نمثله كماركت ستراكشر. عندنا هنا breakout structure، هنا عندك breakout structure هنا. تمام. اوكي. هذا اللو اللي كون لنا هذا الهاي اعلى قمة، بعدين السعر ما قدر انه يكون قمة اعلى منه. اوكي. فهذا اللو اذا انكسر فراح يصير عندنا تشوك، change of character. تمام. فانت هنا عمليا راح تخلي مناطق العرض اللي هنا بوم تستخدمها، ويكون عندك ريسك ريت حيل عالي مقارنة بالبقية. فافترض مثلا خليته هنا، هيجي هنا، خلي مثلا
لحد هنا هيك شي. هاي 10 ار لك ادري يعني هيك مثال نظري ما يهم الار بي هذا، بس خلونا نفوت على المثال العملي. اوكي. طبعا هنا ما عليكم طبعا بالهذا اللي صار هنا، ماشي، ركزوا لي هنا. هنا عندي منطقة عرض على فريم الساعة، ماشي، السوق تفاعل وياها بتفاعل كلش حلو هاي، ماشي. فمثل ما قلت لكم أول ما يوصل السعر لهاي المنطقة روح لي على فريم 5 دقائق، يفضل يعني هو أفضل فريم كتأكيد confirmation. كل ناس يستخدمون الربع ساعة، كل ناس دقيقة 3 دقائق، فهسه أنا شخصيا أستخدم 5 دقائق. فخلونا نعرف ونشوف إنه شنو صار هنا. هسه أريدك تحدد لي يا قاع كون هاي القمة. أوكي، راح تقول لي هذا، تمام. فمثل ما تشوفون صعد من هاي، صعد بعدين ما أقدر يكون قمة أعلى من هاي القمة. إيش سوى؟ قلنا بعدين هبط هبطة، كسر لك هذا اللوف، فصار عندنا هنا، صار عندنا change of character. حلو. بعدين فأنت من يصير عندك change of character، هنا عندك هواي مناطق، ايش تختار منها؟ تسوي هيك شي لحد هنا. اوكي، راح تلقى اكو منطقة تناغم وياها، اللي هي اللي هي هاي، ماشي، تناغم وياها مستوى 70، فأنا شخصيا راح استخدمها، ماشي. فالسوق اجى يعني فحصها، شيكها، سوى لها تيست وانطلق. هذا الستور مالتك 8 نقاط، والهدف والله تخلي مثلا حد هنا، تمام. هنا عندك 11 ار، يعني تقريبا إذا تخاطر 1% فهذا 11% من قيمة الحساب. وهي مميزات الكونفرميشن انتري، بس اكو مرات يعني اوكي يعني انه طاق تشوك بس ما يرجع قبل يعني كسروا كسرة كسرة، يعني كمل هبوط، تمام. فأتمنى الفكرة وصلت. اوكي، يعني شرحتها ايضا بحسابي على الانستغرام. اوكي، فإن شاء الله رب استفاديتوا، فهمتوا هالفيديو هذا. أي سؤال عندكم أنا موجود على الانستغرام، فتابعوني إن شاء الله هناك تشوفون كل جديد. فهنا أنا أكون خلصت كل اللي عندي. شكرا للمشاهدة، أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الثاني. مع السلامة.